اكتر سلسلة محبوبة وصلت اخيرا، اوبو رينو 10. طبعا في ناس كتير مستنية الجهاز ده، لكن بيتهيألي الفيديو ده انا هغير رأيك فيه، فاستنى لاخر الفيديو عشان تعرف رأيي الشخصي في الجهاز ده وتشوف لو كان في جهاز افضل منه ولا لا. ولكن قبل ما نبدأ بقى انا حابب اشكر الناس دي كلها. ايه الدعم ده يا جدعان؟ ايه الجمال ده كله؟ شكرا لكم جدا بقى، وما تنسوش توصلونا 2000 مشترك. فيلا من غير ما نضيع وقت كتير، انا احمد السيد والنهارده هنتكلم عن الاوبو رينو 10. الصراحة والحق يقال، الشاشة دي جامدة. الشاشة دي عملاقة، جاية من نوع اموليد بحجم 6.7 من 100 انش، بتدعم مليار لون، 120 هرتز مع دعم وضع HDR 10 بلس. السطوع بتاعها طبعا اتطور عن الجيل اللي فات، جاية هنا بسطوع يوصل ل 950 شمعة، دقتها 1080 في 2412 بكسل مع معدل بكسلات يوصل ل 394 بكسل لكل انش. واخيرا هنا اوبو اعلنت عن طبقة حماية اسمها جلاس ستار 2، مش شبه موبايلات الفئة دي كلها ما اعلنوش فيها عن اي طبقة حماية على الجهاز، يعني شبه الريلمي 11 برو بلس والاونر 19. الشاشة كيرف طبعا ومستحوذة على الواجهة الامامية بنسبة 99.6%. البيزل فيها صغيرة خالص، وفرجة على فيديوهات ما هتتكرر او هتتكرر لما نعرف رأيي في الموبايل ده. طبعا معدل البكسلات والدايناميك رينج وكمان مساحة الشاشة دي فمخلية فرجة الفيديوهات فيها حاجة جامدة جدا. في تجربة كاملة الشاشة دي تقييمها عالي، يعني قول مثلا 9.5 من 10 او 9 من 10. هتقول لي ايه؟ هقول لك عشان ما بتدعمش ال 68 مليار لون. موضوع 68 مليار لون ده بيفرق جدا في الشاشة، شبه ما شفنا مثلا في البوكو اف 5. ايه بقى التصميم الجامد ده؟ ايه يا اخي اللون ده؟ المفروض هنا ان هو جاي مع فريم من البلاستيك والظهر جاي من الازاز. والصراحه انا حابب الشكل، بشكل الكاميرات، بكل حاجه في الجهاز ده جامده. التصميم بريميوم قوي، يعني اكيد طبعا اوبو هتهتم بالنسخه العاشره من موبايلها. عندك كده الجنب الشمال فاضي مفيش فيه اي حاجه، ومن تحت عندك مدخل الشاحن ومكان السيم كارد والسماعه، واللي للاسف جايه من نوع مونو. انت وقعت لي هنا، الجهاز ده وقع لي في النقطه دي. من فوق بقى عندك شويه مداخل كتير كده، عندك مستشعر الاي ار. يا اخي ايه ده؟ غريبه اننا نتلاقي هنا. كمان عندك ميكروفون تاني للنويز كانسوليشن اللي بيعزل الضوضاء من جنبك. يا جماعه الموضوع ده فارق جدا في المكالمات والله. طبعا البصمه هنا موجوده تحت الشاشه نفس كل الفئات السعريه دي، والبصمه استجابتها سريعه جدا برضه. هل يا اسطى انت عملت لايك دلوقتي ولا شكلك لسه وصلت وما عملتش لايك؟ يا اخي طب انا عمال اشكر وامجد وبتاع، انزل اعمل لايك يا جدع. الاداء بقى محبط شويه، يعني مفيش تجديد في المعالج. احنا عندنا هنا المعالج من شركة دايمنستي ال7050. عارفين ده نفس المعالج اللي كان نزل في ايه؟ لو انت متابع بقى ومعرفني من زمان هتعرف ان المعالج ده نفس المعالج اللي في الريلمي 11 برو بلس. طبعا جاي مع المعالج الرسومي المالي جي 68 واندرويد 13 مع واجهة اوبو كالر او اس 13.1. واجهة اوبو من الواجهات السلسة جدا في نظام اندرويد كله. يعني بص، عايز احكي لك موقف كده. تليفون الحاج مع الاوبو رينو 2 اف شوف اللي نزل من كام سنه، وبسم الله ما شاء الله الواجهه دي شغاله عليه، مفيش تهنيج ولا لجات في الموبايل ده خالص. فسلاسه الموبايل ده في التصفح ما بين التطبيقات والالعاب والشغل ده كله، كمان الواجهه السلسه دي. يعني طبعا شبه ما قلنا قبل كده، المعالج ده بينافس السناب دراجون 778 جي، وده شيء محبط برضه، لان المعالج ال 778 جي ده نزل في الاوبو رينو 10 برو، اللي هو تقريبا اوبو كسلت تغير اي حاجه في المعالجات، يعني منزله لك نسخه والنسخه بتاعتها البرو نفس المعالج. ففي الفيديو بتاع الاوبو 10 برو اللي لسه هينزل، فما تنساش انك تكون عامل سبسكرايب بقى، لسه هينزل ان شاء الله الفيديو الجاي، هنشوف مقارنه ما بين الموبايلين وهنعرف الفرق ما بينهم. زي ما قلت لك طبعا المعالج ده مش لاستخدام الالعاب التقيله، يعني هو هيديك اداء كويس في الالعاب بابجي والكلام ده كله، هتلعب عليه عادي مستريح. انما كاستخدام العاب فهو مش احسن اختيار في الفئه دي. انت لو عايز اختيار العاب ومعالجات قويه، فانا شايف ان شاومي بتديك احسن اختيار مقابل سعر في المعالجات اللي في الفئه دي. يعني حاجه مثلا شبه البوكو اف 5 جايبه معالج السناب دراجون 7 جين 2، فهيديك اداء كويس جدا في الالعاب. كاميرات، وبقى احنا مستنيين من اوبو نقله جامده في الكاميرات هنا. يعني عارفين ان كاميرات اوبو كويسه والمفروض يطوروا منها، بس للاسف ده ما جاش على الحساب ده، او من رايي انا الشخصي، لان في ناس بتحب الكاميرات دي. سيت اب الكاميرات اللي هنا، انت عندك الكاميرا الاساسيه دقتها 64 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.7، يعني كاميرا كويسه بتطلع صور شارب ودايناميك رينج عالي ومعالجه الوان كويسه. بس الجهاز ده مشهور بالعدسه التليفوتو اللي هي تعمل برول للخلفيه وتديك صور بورتريه جامده جدا. دقتها هنا 32 ميجا بكسل بفتحه عدسه
F2 بس. هو اتعاونت مع سوني عشان تطلع لنا العدسه دي، والصراحه هي تقييم وصور بتطلعها جامده جامده يا جدعان. عزل الخلفيه اللي بيكون ورا الاوبجكت اللي انت بتصوره جامد جدا، يعني تقريبا ميزه الموبايل ده الوحيده في الكاميرات هي العدسه التليفوتو دي. غير كده بقى الكاميرا الالترا وايد صورها بهتانه، مش احسن حاجه. طبعا احنا متعودين على الصور الالترا وايد في الفئه دي كلها كده. الكاميرات هنا بتصور فيديوهات 4K على 30 فريم او 1080 من لحد 30 فريم لحد 480 فريم في الثانيه. تصوير السلو موشن هيفرق جدا في الحته دي. وكمان انت عندك ميزه في الجهاز ده سوبر سلو موشن، يعني هيلقط لك لقطه ولا افلام. كمان الكاميرا الاماميه اللي هنا دقتها 32 ميجا بكسل بفتح عدسه اف 2.4 وبتصور فيديوهات على 1080 ب 30 فريم في الثانيه. يعني كان محبط، كان المفروض في الفئه السعريه اللي الجهاز ده فيها واللي لسه هنتكلم عنه قدام شويه. السعر ده نقطه قاتله في الجهاز. هو غالي من الوقت، انا بعرفك ان الجهاز ده غالي. كان المفروض الكاميرا الاماميه على الاقل تكون بتصور 4K، بس عادي يعني مش هنختلف في النقطه دي. كمان عندك هنا نسختين بس من الجهاز ده من حيث مساحه التخزين والرام، اولهم 128 جيجا مع 8 رام او 256 جيجا مع 8 جيجا رام، يعني اللي هو النسخه العاديه، فمش منتظرين منها كتير. البطاريه اللي هنا بقى ودي مفاجاه، دي اعلى بطاريه كسعه من الاوبو رينو 10 كلهم، يعني الاوبو رينو 10 برو والاوبو رينو 10 برو بلس البطاريات اللي فيهم ما بين 4600 ل 4700 بس. انت عندك هنا البطاريه ساعتها 5000 ملي امبير بس بقوه شحن 67 واط. شحن كويس وسرعته سريعه، تقريبا بيشحن من 0 ل 100 في 46 دقيقه. فاضل نقطه اخيره اكلمك فيها وهي السعر ورايي الشخص في الجهاز ده. سعر النسخه ال 256 جيجا مع 8 جيجا رام حوالي 450 دولار، وفي الامارات عامله 1500 درهم، وفي السعوديه برضو 1500 ريال. فرايي الشخص في الجهاز ده ايه؟ بص، فاكس الصراحه. شوف انا عمال بتكلم من اول الفيديو، بس الجهاز ده فاكس، مش احسن قيمه مقابل سعر. عارف ايه الاحسن منه؟ الريلمي 11 برو بلس. تقريبا كل حاجه في الجهاز ده موجوده هنا، وكمان عليه السماعات الاستيريو. فانا شايف ان الريلمي 11 برو بلس هيكون اختيار مناسب جدا لو انت عايز تختار الجهاز ده. كمان سعر الريلمي 11 برو بلس نفسه تقريبا 1100 درهم، فانت بتتكلم في حوالي 400 درهم فرق لو هتجيبه من الامارات. فاحسن قيمه مقابل سعر هيكون الاختيار اللي انا بقول لك عليه. افكس للجهاز ده خالص واختار الريلمي 11 برو بلس. ولو انتوا عايزين مقارنه ما بينهم فقولي لي تحت في الكومنت. وصلوا القناه دي 2000 مشترك وانا وعدكم الفيديو هينزل اول ما نوصل. وبس كده كنا انا كلمتك عن كل حاجه تخص الاوبو رينو 10. فما تنسانيش بقى من الشير، لايك، كومنت، سبسكرايب، واشوفك الفيديو الجاي. سلام. That's right.